السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه نتاع مبسس معسل. وصفه تقليديه بمقادير جد مضبوطه. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير. هنايا عندي 3 كيلات نتاع سميد يكون خشن او نصف خشن اللي نخدموا به المقروط. نزيد عليه ملعقه صغيره نتاع ملح. عندي هنايا نصف كاس نتاع زبده دايبه، ونكمل عليها بالزيت. هنايا هاد الوصفه كما نعرفوها هي في الاصل تجي غير بالزيت، انايا فضلت ندير نصف زبده ونصف زيت. ونبسس المبسس نتاعي حتى يتخلط كاع داك السميد مع الزبده والزيت. نحاول نحكه ما بين يديا كما راكم تشوفوا. وهنا جبت نفس الكاس، يعني الكيلة اللي تكيلوا بها السميد نكيل بها كاع باقي المكونات. عندي هنايا نصف كاس ماء زهر وكملت عليه بالماء. هنايا ما استعملتش الماء دفعة واحدة، يعني على شكل دفعات او على شكل دفعتين. هنا كل وحده والنوعيه نتاع السميد اللي عندها، كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش. اذا انا هنا ما كفانيش وزدت كملت الكاس. ونلم هنايا العجينه نتاعي، نحاول غير باطراف الاصابع نلمها. وانا هنايا غادي نخليها ترتاح حوالي 5 دقائق ونشوف اسكو السميد نتاعي يشرب ولا ما يشربش. اذا هنا بعد ما شفت وخليتها 5 دقائق ارتاحت، انا تحصلت على عجينه واجده طريه كما راكم تشوفوا. هنايا عجنتها شويه مدلكتهاش بصح، غير لميتها كما راكم تشوفوا. ومام غادي نخليها تزيد ترتاح واحد ال5 دقائق اخرى حتى نتحصل على هاد القوام اللي راكم تشوفوا فيه. اذا هنا العجينه تاعي راها واجده تاع المبسس. نقسمها الى نصفين ونحل العجينه نتاعي غير باليد. وهنا كاين اللي تفضل تستعمل الحلال، وفي نفس الوقت كنت شعلت على الزيت تسخن. انا هنايا الشكل اختاريت شكل مربع. هنايا كيما نعرفوا هاد الوصفه تقليديه، وكانت الشكل نتاعها نخدموه على شكل مقروطه. واليوم الناس ولات تنوع اشكال واشكال. هنايا الشكل يبقى اختياري، ديروه مقروطه ولا مدور، يعني الشكل يبقى اختياري. انا فضلت نديره مربع. وهنايا كما راكم تشوفوا انايا كنت حليته بسمك حتى 2 سنتيم، يجي شويه غليظ. وهنايا نروح نقلي المبسس نتاعي بعد ما الزيت سخنت. وهنايا كي نديرو المبسس ما نحركهش وما نخربش فيه نهائيا حتى لوين يشد روحه مليح. هنايا بعد ما شد روحه نعاود نقلبه على الجهة الأخرى. هنايا كاين اللي يبغي يطيبه غير بهذيك الصفورية، وكاين اللي يبغي يخليه حتى يتحمر مليح. انا هنايا خليته تحمر شويه ومن بعد غادي نحيه. وهنايا وهو عاد سخون، انا غادي نعسله. هنايا كاين اللي تحبه معسل وكاين اللي تحبه ناشف. هنايا الكميه نتاع العسل على حسب الرغبه كل وحده وكيفاش تبغي يكون المبسس. اذا انا هنايا بعد ما عسلته كما راكم تشوفوا جبت هنايا كميه نتاع بيستاش كنت رحيته كان عندي في الدار، وقمت بهذا التزيين البسيط الخفيف ظريف كما راكم تشوفوا. اذا كان هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، مبسس معسل بزاف طري ويجي بنين. وهاد الوصفه هذه معتمدينها كاع الجزائريين، هذه يقولوا لها سلاكه الضياف.
إذا نتمنى أنها عجبتكم الوصفة، وما تنساوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ونلتقي في وصفة أخرى. مع السلامة.